جريمة عاملة زي جرس الإنذار، دقت عشان تفوق الكل، لأن الفيمينيزم بقت ظاهرة منتشرة في كل دول العالم. العنف ضد المرأة لكونها مرأة فقط، لأنها الكائن المستباح والأضعف في كتير من المجتمعات حوالينا. والجريمة دي واحدة من الجرائم اللي انتشرت على مستوى العالم، مش بس عشان حصلت مع واحدة ست، دي كمان كانت عنيفة جدا وعلنية. جريمة النهاردة هي جريمة قتل آيش نور وإقبال. بس الجريمة دي مش هينفع تعدي عادي كده زي أي جريمة، وده لأن القاتل ما اكتفاش بقتل الضحية، لأ ده كمان خوفها وراقبها وكان بيهددها على مدار سنة كاملة. ومع إن الضحية وأهلها عملوا بلاغات ضده إلا إن ده ما حماش البنت من القتل. ده حتى ما اكتفاش بقتل بنت واحدة، ده قتل اتنين، قتلهم وقطع راسهم وكمان قطع أجسامهم لأجزاء. ودي جريمة واحدة من جرائم كتير بتحصل في كتير من دول العالم، والمستهدفين فيها هم الستات. عشان كده مؤخرا اطلق العالم انذار مهم جدا بان في ظاهره اسمها الفيمينيزم بدات تنتشر، والظاهره دي هي العنف ضد النساء وقتلهم عشان جنسهم، نوع جديد من العنصريه والرعب اللي بتعيشه الستات في العالم كل يوم. آيش نور ودي واحده من الضحيتين اللي قتلهم شاب اسمه سميح، بنت لطيفه وشاطره في مدرستها، كان عندها 19 سنه وخلاص قربت تخلص مراحل تعليمها. وفي الوقت ده اتعرفت على صديق جديد ليها اسمه سميح. سميح مش طالب جديد في المدرسه، لكن هو وآيش نور ما كانوش صحاب قوي يعني، خصوصا ان سميح كان منقطع فتره عن المدرسه بسبب تعرضه لظروف نفسيه مش احسن حاجه واتحجز في مصحه. بس رغم كده آيش نور قربت من سميح وحبته، وكمان وافقت ترتبط بيه، وكان واضح ان سميح كمان بيحبها وانها جت منقذ ليه بعد كل الظروف اللي اتعرض لها بعد ما حبيبته الاولانيه سابته. وكانت علاقتهم ببعض كويسه جدا لحد ما في يوم طلب سميح من آيش نور انها تزوره في البيت، لان والده هيبات اليوم ده في الشغل ووالدته واخواته مسافرين، فطلب منها تيجي تقعد معاه وتونسه. وفعلا راحت آيش نور لسميح وقعدت معاه، بس غابت جدا عن ميعاد رجوعها. حاول اهلها يكلموها لكن من غير فايده، البنت ما كانتش بترد، وطبعا بلغوا البوليس على طول. وفي نفس الوقت جه بلاغ من سميح للبوليس بان في جريمه قتل في بيته واداهم العنوان، وراح البوليس على طول على العنوان. آيش نور كانت فعلا في البيت عند سميح، لكن جثه، ومش حتى جثه سليمه، دي للاسف جثه تم التمثيل بيها، لأن سميح قتلها وفصل راسها عن جسمها وكمان قطعها لأشلاء. بس سميح ما كانش موجود في البيت، لا هو ولا حد من أسرته، والشرطة بدأت تدور عليه. وفي الحقيقة هم ما تعبوش خالص، لأن سميح كان موجود هو كمان مع البوليس، بس هو كمان جثة. عشان نفهم القصة لازم نحكيها من الأول. سميح من أسرة تركية مسلمة، أسرة بسيطة، وكانت معاملتها معاه كويسة جدا، وهو كمان كان طبيعي جدا لحد ما وصل لسن 16 سنة، سن المراهقة المعروف انه سن متعب جدا ومزعج. لكن اللي حصل مع سميح كان يفوق اللي حصل مع اي مراهق تاني. سميح في الوقت ده بدأ ينعزل عن الناس واحدة واحدة، وبدأ سميح ما يطلعش حتى من اوضته ويقعد بس مع الكمبيوتر بتاعه. ولحد دلوقتي محدش فاهم هو سميح كان بيعمل ايه كل ده على الكمبيوتر. وحتى لما كانوا بيدخلوا عليه الأوضة كان على طول بيطفي الشاشة. ولما ابوه حاول مرة يدخل يفتح الجهاز وسميح في مدرسته، لقى ابنه مشفر الجهاز بتاعه ومعرفش يوصل لحاجة. الاهل كانوا حاسين انه في حاجة غلط لكن مش عارفين يوصلوا لحاجة. الولد ظاهريا كويس، يمكن منطوي شوية لكن ما بيعملش حاجة غريبة. ده غير انه كمان بدأ ينزل شغل مع جزار، والراجل كان بيشكر فيه جدا لانه حب الشغلانة وبقى شاطر في التعامل مع اللحمة وتقطيعها. وسميح حب الشغلانة وابدع فيها كمان، لدرجة انه بقى يجيب سكاكين احجام واشكال مختلفة، وبقى الشغل بالنسبة له هواية. بس برضه هوس سميح بشغله ده ما خرجوش من انطوائه، بالعكس ده سميح بدأ يقفل اوضته بالمفتاح وهو نازل عشان ما محدش يدخلها في غيابه. والاهل ما سكتوش، ودوه لدكاتره واتحجز في مصحه كمان، وكان عندهم امل انه يتحسن، خصوصا ان سميح في الوقت ده كان بيحب واحده زميلته في المدرسه اسمها اقبال. وسميح ما كانش بس بيحب اقبال، ده كان متيم بيها فعلا، والبنت كمان كانت بتحبه جدا جدا. وفعلا اتقدم اهل سميح لاهل اقبال وطلبوا ايد بنتهم. وفي الاول كانوا اهل اقبال مش رافضين، لكن لما سالوا على سميح بداوا يخافوا. اقبال كانت فعلا بتحب سميح، ولما اهلها بداوا يقلقوا منه ويعلنوا رفضهم ما كانتش متقبله ده. لكن في الحقيقه اهلها كان معاهم حق، هم عيله بتحب بعضها ومتفاهمه جدا، واقبال نفسها كانت بنت مرحه وبتحب الحياه. بس هم لاحظوا ان البنت بقالها فتره متغيره، بقت كئيبه ومنطويه وحالها غريب. ولما سالوا عن سميح فهموا سر تغير بنتهم. البنت كانت متاثره بسميح،
عرفوا ان الولد غريب ومنطوي وسلوكه مش مريح لكل اللي حواليهم، ده غير ان اهله حجزوه في المصحة اكتر من مرة. وزاد الطين بلة انه سميح في الوقت ده حاول ينتحر فعلا، وكان حق اهل اقبال انهم يقفلوا الموضوع تماما ويرفضوا الولد، وكمان بلغوا اهله انهم يبعدوا سميح عن بنتهم وانه ما يقربش منها تاني. وعلى سبيل الاحتياط نقلوا الاهل اقبال بنتهم لمدرسة تانية، وكمان ودوها لدكتور نفسي. البنت بالتدريج بدأت فعلا تتقبل البعد عن سميح وبدأت ترجع لطبيعتها تاني. سميح كان انهار اكتر واكتر بعد بعد اقبال عنه، وده اللي خلاه يتحجز فعلا في مصحة نفسية من تاني. وبعد ما لف على عدد من الدكاترة طلع اخيرا ورجع مدرسته من تاني. لكن فضل سميح المنطوي المنعزل اللي محدش يعرف عنه حاجة، اوضته مقفولة وكتبه محدش بيلمسها، حتى سكاكينه كان مخبيها ومنعهم يلمسوها، لدرجة ان باباه لما حاول يشتري منه واحدة رفض واتخانق معاهم. لكن في النهاية اهله كانوا مرتاحين ان ابنهم بقى اهدى، ولما ارتبط بعيش نور حمدوا ربنا ان ابنهم نسي اقبال وهدي، او ده اللي هم كانوا فاكرين انه حصل. اللي محدش عارفه ان سميح ولا نسي اقبال ولا حاجة، ده غير انه كمان ما تعالجش زي ما هم كانوا فاكرين. سميح حالته كانت سيئة جدا وطول الوقت كان بيفكر في الانتحار، وما كانش قادر خالص يتخطى اقبال، لدرجة انه كان بيحاول يكلمها ويراسلها طول الوقت، وكمان كان بيمشي وراها. واكتر من مرة البنت شافته، ولما اهلهم عرفوا عملوا له محضر بعدم التعرض، ومن بعدها ما جاتش اي شكاوي تانية منه ولا حاول يكلم اقبال. عشان كده الدنيا هديت، بس محدش كان عارف ان ده الهدوء اللي ما قبل العاصفة. سميح اللي كان هادي وساكت طول الفترة دي كان بيخطط انه ينتحر، ومش لوحده، لا ده كمان كان عاوز اقبال معاه، اللي هو ما خدهاش معاه الدنيا فهياخدها معاه الاخرة. سميح يوم ما عزم عايش نور كان مقرر انه يقتلها وبعدها يطلع يقتل اقبال. عشان كده في اليوم ده هو كان مجهز كل حاجة، وفعلا كلم عايش نور وطلب منها تيجي تونسه شوية. والبنت اللي ما كانتش متصورة ابدا نية سميح وافقت بكل بساطة، ولما راحت عنده قتلها وقطع راسها ولسانها. شغل الجزارة بتاعته نفذه عنده في البيت، وبعد ما قتلها وبلغ عن موتها نزل من البيت. سميح ما كانش بيهرب، سميح كان متواصل مع اقبال ومهددها، قال لها انها لو ما جاتش عند اسوار القسطنطينية عند المكان اللي متعودين يتقابلوا فيه هيقتلها ويقتل قطتها. البنت راحت له المكان فعلا، الكاميرات جايبه سميح وصل الاول وبعدين اقبال وراه، وطلعت البنت لسميح في المكان اللي بيتقابلوا فيه. ده مكان غريب جدا لانه مرتبط بمجاعات ومجازر وحروب، وكان هو بيحكي لها الكلام ده اصلا كل ما يقابلها. طلعت البنت وبعد شويه اتفاجئ الناس تحت بمنظر مرعب، اكيد كل اللي شافه مش هيقدر ينساه. اتفاجئوا باشلاء بشريه بتترمي عليهم، الراس وبعدين الاطراف، ومن فوق شافوا شاب واقف على السور وعمال يرمي عليهم الاجزاء دي، وفي النهايه رمى نفسه هو كمان بعد ما ساب باقي الجثه. طبعا الدنيا اتقلبت والبوليس على طول جه وبدا المعمل الجنائي يرفع الاشلاء. وفي وسط كل ده وصل اهل اقبال، ما كانش حد بلغهم اصلا، هم اصلا ما لقوش مع البنت تليفونها، لكن اتضح ان ام البنت كلمتها مرتين. المره الاولى رد سميح وقال لها ان بنتها في مكان احسن دلوقتي، والمره الثانيه رد راجل وقال انه لقى التليفون ده ووصف لها مكان الاسوار. طبعا الجريمه بشعه جدا واسطنبول كلها اتقلبت عليها، يمكن العالم كله، وعشان كده كان البوليس بيمنع الناس عن اهل سميح، مع ان اهله ملهمش علاقه باللي ابنهم عمله، والبوليس نفسه كان بيحقق في الجريمه والدوافع. والحقيقه ان البوليس لما وصل لاوضه سميح عشان يفتشها لقى كارثه. الولد فعلا كان عنده مشكله كبيره، وكل حاجه في اوضته بتقول كده، اللوحات، الكتب، التذكارات، ده حتى الرسومات. سميح كان راسم بايده رسمه مش مفهومه لكن مرعبه، في ناس قالت انها رمز لعبده الشيطان وان سميح كان بيعمل طقس شيطاني، وناس قالت لا الرسمه دي لجسم البنات بعد ما قطعهم، يعني كان بيخطط للي هيعمله. والنظريه التانية هي اللي ممكن تتصدق، لان البوليس لقى في مكتبه سميح روايه اسمها كوكولا، يعني الدميه بالتركي، وده كتاب عن قاتل متسلسل كان بيقتل ضحاياه بجدول هو محدده، وكل ضحيه كان بياخد جزء من جسمها عشان في الاخر يكون دميه من الاجزاء البشريه دي. كتاب دموي جدا ومقرف، وده كان اتجاه سميح في القرايه اصلا. الولد كان عنده ميول للعنف والقتل، وده طلع على اقبال اللي ما كانش ليها اي ذنب غير ان هي حبته. الاغرب بقى انهم لما فتحوا الكمبيوتر بتاعه لقوا فيديو مسجله لاقبال من فتره بيقول لها فيه انه خلاص هيموت وان هي هترتاح منه، بيودعها في الفيديو ده، لكن كان بيقول حاجه مرعبه، ان اليوم اللي هي شافته فيه واقف تحت بيتهم كان ناوي يقتلها في اليوم ده.
وكمان بيقول لها انه كان عاوز ياخد قلبها وعينيها وبعدين يموت نفسه. يعني دي ما كانتش اول مرة يحاول يقتلها فعلا. الله يرحم البنتين اقبال وعيش نور. الجنازتين كانوا صعبين جدا واهل البنات كانوا في حالة انهيار، لكن سميح ما تعملوش جنازة. اهله كانوا خايفين من الناس وده طبيعي جدا. الجريمة راح ضحيتها 3 شباب في سن 19 سنة. الخلل النفسي والعنف ضد المرأة سببين مهمين جدا. في بعض الرجالة في المجتمعات النامية عندهم فكرة استحقاق عالية جدا، ما ينفعش ست ترفض الارتباط بيه او تنهي علاقتها بيه، وده بالنسبة لهم سبب كافي لقتلها. حالات كتير سمعنا عنها زي مثلا نيرة اشرف، كانوا دايما ضحايا لعلاقات ما حصلتش او ما كملتش. ويمكن الحالات دي جرس انذار قوي عشان يكون في حماية وتحرك اكبر من كده لما يبلغ الاهل عن واحد بيطارد بنتهم. جريمتنا خلصت. ادعوا للضحايا بالرحمة وتصبحوا على خير.